أعزائي الأساتذة، مقابلة ولا أحلى مباراة وتوقعات بلاي ستيشن. المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين، هكذا كان السيناريو وهكذا كان الهدف الأول لفرنسا. آي 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 آي. ديمبيلي يوزع وتولونست يسجل الهدف الأول لمنتخب فرنسا. هنا هجمة للمنتخب الأرجنتيني ضائعة ضائعة من ليونيل ميسي يضيع فرصة للأرجنتين. هذه فرصة مثالية للأرجنتين، يضيع مارتينيز يضيع. والدقيقة 90، مارتينيز يفاجئ الجميع بهدف قاتل في الدقيقة 90. مارتينيز هدف ولا روعة، هدف ولا جمال، هدف عالمي يا مارتينيز. نذهب إلى حارس فرنسا ينقذ فرنسا من الهدف الثاني والخلاص. ومباراة شكلها إلى أشواط إضافية. أوي 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 أوي. ونعطيكم باختصار. ذهبنا إلى أشواط إضافية، لا أهداف في المباراة، ثم ذهبنا إلى ضربات ترجيح. 3 أهداف سجلها الأرجنتين، منها ميسي، منها مارتينيز، منها دي ماريا. وفرنسا يضيع كيليان مبابي، جيرو وكومان. وبالتالي المنتخب الأرجنتيني يحرز لقب كأس العالم. ومبروك للمنتخب الأرجنتيني، ومبروك وهارد للمنتخب الفرنسي الذي تعب في هذه المباراة. معكم معلق إبراهيم من سلا. دمتم بخير، وما تنسوش الاشتراك في القناة، وإلى اللقاء إلى مباراة أخرى. تهلاو.